لما بتفكر، مين اللي بيلاحظ إنك بتفكر؟ جرب دلوقتي تراقب أفكارك وهي بتيجي. هتلاحظ إن في إحساس بجزء منك واقف بعيد شوية بيتفرج على الأفكار وهي بتمر من غير ما يكون هو نفسه الفكرة. الجزء ده بيسموه الفلاسفة وعلماء النفس الأنا المراقبة. بس السؤال اللي بيسبب صداع فلسفي حقيقي هو: الجزء ده اللي بيراقب، مين بيراقبه هو؟ ولو قلت أنا اللي بلاحظ إني بلاحظ، يبقى في مراقب تالت لازم يكون شايف المراقب التاني وهو بيراقب. والسؤال بيتكرر لما لا نهاية. الفكرة دي معروفة في الفلسفة باسم مشكلة التراجع اللانهائي. لو كل مراقب محتاج مراقب تاني يشوفه، مفيش نقطة توقف منطقية. فإما إن في أنا أخيرة ثابتة مش محتاجة حد يراقبها، أو إن أصلا الفكرة كلها وهم ومفيش حد بيراقب، في بس عملية مراقبة بتحصل من غير صاحب. الفيلسوف الألماني توماس ميتسينجر في كتابه نفق الأنا اقترح إجابة جريئة. هو قال إن دماغك بيبني نموذج للذات زي شاشة عرض داخلية، والدماغ بيتعامل مع النموذج ده كأنه حقيقي، مش لأنه فعلا موجود كشيء منفصل، لكن لأن الدماغ محتاج تمثيل مستمر لنفسه عشان يقدر يخطط ويتفاعل مع العالم. يعني المراقب مش شخص حقيقي واقف جواك، هو نموذج بيبنيه الدماغ باستمرار، زي فيلم بيتعرض على شاشة بس مفيش حد قاعد يتفرج عليه. في الحقيقة الفيلم نفسه هو كل اللي موجود. الفكرة دي شبه اللي وصل له علماء الأعصاب لما درسوا نشاط المخ وقت التأمل العميق. الباحثة جودسون بروير من جامعة ماساتشوستس لاحظت إن لما الشخص يدخل في حالة تأمل عميقة جدا، نشاط منطقة معينة في المخ اسمها الشبكة الافتراضية، وهي المسؤولة عن الإحساس بالذات والسرد الداخلي، بينخفض بشكل ملحوظ. والمثير إن كتير من المتأملين في اللحظة دي بيوصفوا إحساس بذوبان حدود الأنا، وكأن المراقب نفسه اختفى، لكن الوعي والانتباه لسه موجودين وشغالين. يعني ممكن يكون في انتباه ووعي من غير مراقب ثابت بيملكهم. الانتباه ممكن يحصل والإدراك ممكن يحصل من غير ما يكون في شخص واحد جوه رأسك قاعد على كرسي بيتفرج على العرض. الفكرة دي مقلقة لأول وهلة، لأننا متعودين نحس إن في أنا حقيقية ورا كل حاجة. بس فيها راحة كمان. لو المراقب مش شيء ثابت لازم تحميه أو تدافع عنه طول الوقت، يبقى الأفكار السلبية اللي بتمر في دماغك مش لازم تاخدها كجزء من هويتك. هي بس أحداث بتحصل، زي غيوم بتعدي في السما، والسما نفسها مش بتتأثر بيها. فالمرة الجاية اللي هتلاحظ فيها إنك بتفكر في حاجة، جرب تسأل نفسك: مين اللي فعلا بيلاحظ ده؟ ولو حسيت إنك مش لاقي إجابة واضحة، ده مش فشل في التفكير، ده بالظبط النقطة اللي وصلها كل فيلسوف وعالم دور على نفس السؤال من قبلك.